صباح الخير يا حلوين. اليوم هذا الفيديو من منطقة حصبية ضاعتي. عم بمشي الساعة 7 الصبح. بدي أخبركن سر عطول أنا بعمله، يعني وقت تكون معصب، وقت تكون زعلان، وقت تكون طاقتي بالأرض، وقت تكون صاير مثلا شي مش منيح، أو مثلا مدبرس، أو في شي موتتلك الانرجي تبعك. هذا السر ما كنت آمن فيه أبدا صراحة. كنت أضحك على أنه شوفوا عم بيعملوه. كنت قول إنه شو هالخزعبلات، شو هالهبل، هذا أكيد شي غلط ومستحيل يصير. بس أنا لما عملته عن جد لقيت الفرق. عن جد قد ما تكون طاقتك بالأرض، قد ما يكون حالتك من جوا مثلا معصب، زعلان، تعبان، كل هالشعور بروح بتكي. السر هو إنه تلجأ للطبيعة. يعني كيف تلجأ للطبيعة؟ مش تلجأ تجي تقعد وتشوف هاي الشجرة، هي شجرة عادية بتعمل شي، لا. تلجأ للطبيعة، تجي تقعد محل رواق، تجلح من اجرك، خلي اجريك يدقوا بالتراب. هلا بقلك عبوت شجرة بتضحك، عبوت شجرة وتنفس وعن جد تأمل واعمل كونكت مع الطبيعة. حاول تعمل كونكت، غمض عيونك وتنفس هيك وطلع، وحامل اعمال كونكت مع الطبيعة. يعني تخيل الطبيعة عم تسحب منك كل الستريس. كيف؟ بخبركم مثلا إذا تفهموه أكتر. كيف بحطوا على البنايات أو بالمصانع أو بشي، بحطوا أنتن ليكمش ليكمش البرق، الموجات الكهربائية اللي بتجي وقت يكون في شتاء، بتجي عنا كتير برق ورعد وهيك. فأمرات ممكن تضرب موجات كهربائية تنزع كل الكهرباء بهالمطرح. فبحطوا أنتين، وهالأنتين بيوصلوه بالآخر على الأرض. ليش؟ لأنه وقت تضرب البرقة بدل ما تنزل بالمبنى وتحرق الدنيا وتعمل نار، بيسحبها هاي الأنتين وين بفضيها؟ بالأرض. ونحن البشر نفس الشي. وقت يضربك شي مشكلة، يضربك شي مشاعر مش منيح، مشاعر مش منيحة، تكون طاقتك وطية، وين بدك تفضي هالطاقة وهالشعور؟ تلجأ للبرية. بدي اسألك بس هالسؤال، قديش إلك مش ماشي حافي وجايك لمسين التراب، لمسين الأرض بالبرية؟ يمكن سنين. وتقلي ليش معبى كآبة، وليش معبى مشاعر، وليش حاسس حالك مشنج وعطوله معصب؟ طبيعي. جاء للبرية، تأمل بالبرية، تأمل بالبرية. أكثر شي بتفرجينا وبتعلمنا كيف لازم تكون حياة، كيف لازم نطلع على الحياة. تلجأ للبرية، تقعد، تشلح حافة، بتتمشى، تنفس فيها، عمل كونكت معها، وفضي وتخيل هالمشاعر كلها عم تفضى من جايك على الأرض. خبركن سر، البرية أكثر شي لازم تعلمنا عن حياتنا. ليك البرية لك قديش بتكون رايقة وهدية، وأغلب وقتها بتكون هيك. وأمرت وقت يجي عاصفة
تحرك مع العاصفة. وقت يجي شتاء وهواء قوي بيحرك الشجر مع الهواء القوي والعاصفة. فالدرس لازم نتعلم منه من البرية انه انت عطول لازم تكون هادي، عطول لازم تضلك رايق، عطول لازم يضل مرتاح، نضل مرتاحين. والأهم إنه حيالله شي بالبزنس بالشغل، أنت من وقت خلقت بالجيم بالوعي بتكبر شوي شوي. يعني كل الشجر اللي كانوا هون كانوا الشجر، كانوا هيك، صاروا هيك، صاروا هيك، صاروا هيك، على مدى السنين صاروا يكبروا، على مدى الوقت صاروا يكبروا وينضجوا، يكبروا وينضجوا، صاروا يعطونا شي. ونحن نفس الشي، إن كان بالبزنس، كان بالجيم، كان بالوعي، كان بالتفكير، شوي شوي. ما فينا بين يوم وليلة تكون انت معك $1000 تصير بدك تعمل $1,000,000. تكون مثلا جسمك ضعيف يصير عندك 20 كيلو عضل. ما فيك تكون مثلا بتفكر بوعي ضحية بين يوم وليلة بدك تصير تفكير مليونير. فنحن نفس الشي. هذا الدرس لازم نتعلمه من البرية. درس تاني لازم نتعلمه من البرية انه وقت تجي عواصف ما نقومها وما نحاربها، نمشي معها، نشوف شو الدرس لازم نتعلم منه. يعني لا يكل الشجر وقت تجي عاصفة قوية الشجر تحرك مع الهواء. الشجر الشجر تحرك مع الهواء، ما بتضل جامدة وعم بتقاوم. ظلت جامدة وعم بتقاوم بده يقلعها الهواء. يعني لازم نتناغم مع الحياة. لازم وقت تجي عواصف، وقت تجي هوا، وقت تجي مشاكل، نقول يا ربي شكرا انك رزقتني هالشي. وشو الدرس اللي لازم اتعلم من هالشي؟ وشو الدرس اللي لازم اتعلم منه لهالشي الاجاني؟ فهيك بتعيش حياتك مستمتع مبسوط. كلنا بنواجه مشاكل، كلنا بده يجي علينا شغلات، بس نكون مرتاحين فيها ونكون انه ربنا عارفين ومؤمنين انه ربنا بعت لنا هالشي لنتعلم لنتطور. يعني انت اذا بتقول تطلب من ربي يا رب قوي لي شخصيتي، بده يحطك بموقف لتقوى شخصيتك. بده يحطك بموقف مثلا تحكي قدام 20 شخص بدك تتلبك، بس من بعدها بتقوى شخصيتك. ونفس الشي الحياة، ونفس الشي البرية والطبيعة. بتبعت لك دروس لتتعلم منها. وهاي الدروس في حال ما تعلمت منها وضليتك توقع بنفس الغلطة، الله بضل يعد لك اياها، الله بضل يبعت لك نفس الدرس. وفي ناس بتخلق وبتموت وبتضلها بنفس الليفل وبنفس الدرس عم تعيده، وما بتفكر شو اللي لازم اتعلم منه لهالدرس. ليش صار معي هالشغله؟ ليش الله بعت لهالشخص حكاني هيك؟ ليش الله بعت لي هالظرف؟ ليش الله عمل معي هيك؟ فعطول لازم نتعلم ونتطور، نتعلم ونتطور. هيك حياتك بتصير حلوة، هيك حياتك بتصير لعبة عم تلعب. بيبعتوا لك دروس بتحلها وبتطلع ليفل وبتستمتع وبتعيش أجمل حياة، وبتنسى شعور الستريس، وبتنسى شعور الزعل والعصبية. كل هالشعور أكيد رح تمرق فيهم، بس إنه في طريقة لتفرغهم، في طريقة لتغير هالمنظور لتصير حياتك أجمل، حياة ولادك أجمل، وتعيش أجمل حياة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لهالقناة إذا عجبكم هذا الفيديو. وهي سلسلة فيديوهات عفوية 100% غير مدروسة، ما في إلها سكريبت. أنا كنت بس مدرب رياضي عم بجمع هلا صرت عم بجمع بين الرياضة والروحانيات وتطوير الذات والماديات. لأن هاو كلهم أنا مآمن وقت تجمعهم بشخص رح يطلع الشخص مرتاح بجميع النواحي من حياته، إن كان ماديا وجسديا وصحيا وشكليا ونفسيا. فهيك أنا بكون عم بعطي كلها وعم ببني حالي وعم ببني أشخاص معي عندها
عندها حب للذات، عندها الحب لتغيير بالعالم. ما نكون مجتمع نعمل نحن عائلة وكوميونتي، نقدر نساعد غيرنا، نقدر نوصل هالعلم، نكسر المعتقدات الخطأ اللي مربيين علينا اللي مربيين عليها من أول ما خلقنا. فإذا بتعرفوا حدا بهمه هيك فيديو وبفيده، ما تنسوا تبعتوله إياه، وبحبكم من كل قلبي. وشكرا على الوقت اللي استثمرتوه لتحضروا هذا الفيديو. ونصيحة بعد، قوم اتحرك. الحركة أجمل شي بالعالم.